السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل سيكون المهدي عليه السلام قد ظهر عند الملحمة الكبرى؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية لابد أن نعلم أن الذي أخبر بظهور المهدي في آخر الزمان هو النبي محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر أن المهدي سيظهر في آخر الزمان، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسل الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. طيب، وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأن اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يعني اسم محمد ابن عبد الله المهدي. طيب، هذا المهدي عليه السلام سيظهر في آخر الزمان، إنما بالتحديد بالضبط مثلا سنة كام محدش يعرف، إنما نقدر نقول إن هو سيظهر في أي وقت في أي فترة، إنما مش بالتحديد بقى سنة كذا ولا في شهر كذا أو يوم كذا، ده مش وارد، إنما هو سيظهر في فترة محددة. طيب، قبل ما نذكر الفترة اللي هيظهر فيها، ازاي نتأكد ان هو ده المهدي؟ في علامات معينة هي التي توضح ان هذا الرجل هو المهدي. من ضمن العلامات يا حبايبي انه يبايع له بين الركن والمقام. من ضمن العلامات ان الجيش اللي طالع عشان يقاتل المهدي سيخسف به في مكان بين المدينة وبين مكة. هيكون المهدي في مكة والجيش ده طالع جاي من بلاد الشام، فيعدي من على المدينة، وهو بين المدينة وبين مكة الجيش ده مكون من 3 كتايب، كتيبة في المقدمة، كتيبة في الوسط، كتيبة في المؤخرة. فيخسف بالكتيبة التي في الوسط، فينادي أول الجيش آخر الجيش، والحديث في الصحيح، تمام؟ فيناديه فيقول: أما رأيت ما حدث يعني للجيش في الوسط؟ فيقول: نعم. فيخسف بأول الجيش ثم يخسف بآخر الجيش، ولا يبقى إلا رجل واحد هو الذي يذهب إلى المهدي ويخبره بأن الجيش الذي قصده لمحاربته أنه خسف به الآن قبل أن يصل. دي من ضمن العلامات العظيمة جدا التي توضح أنه هو المهدي. وبرضو من أكبر العلامات التي تدل على أنه المهدي أنه عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيجد المهدي ومن معه من المؤمنين يصلون الفجر، فينزل عيسى ابن مريم ويصلي مأموما خلف المهدي. هو أول ما ينزل فالمهدي هيعلم أن هذا هو عيسى ابن مريم. ليه؟ لأن النبي ذكر لنا صلى الله عليه وسلم علامات معينة تعرفنا أن هو ده سيدنا عيسى ابن مريم. اللي هي العلامات اللي هي إيه؟ اللي هو ينزل وهو يلبس حلة خضراء وواضعا يديه على جناحي ملكين، وأن العرق يتقاطر من جبينه كحبات اللؤلؤ. فأول ما ينزل من السماء وسيدنا المهدي بيصلي بهم الفجر فيراه نازلا، فيتأخر من أجل أن يقدم سيدنا عيسى، لأن من المعلوم أن سيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي. سيدنا المهدي هو عبارة عن حاكم من حكام المسلمين، وهو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما سيدنا عيسى ده رسول من أولي العزم الخمسة، اللي هم أفضل الناس على وجه الكون بفضل الله من لدن آدم إلى قيام الساعة، اللي هم إيه؟ أولي العزم الخمسة، اللي هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. فيحاول يتأخر له عشان يقدمه هو إمام، فيقول له عيسى: بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك كان من ضمن المناقب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم، اللي هو المهدي عليه السلام. يبقى الفترة التي سيظهر فيها المهدي هيظهر قبل الملحمة ولا بعد الملحمة؟ خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أنه سيظهر قبل الملحمة، وهوضح لكم عشان ما نتلخبطش. بعضهم بيقول هيظهر قبل الملحمة، وبعضهم بيقول هيظهر بعد الملحمة. طب تعالوا نشوف ايه هي الملحمة.
الملحمة بكل بساطة واختصار شديد جدا، الملحمة ديت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، تمام، أنه يعني سيكون هناك صلح آمن، ستصالحون الروم صلحا آمنا. الروم اللي هم أوروبا وأمريكا، إن بلاد المسلمين ستتصالح مع الروم زي ما حصل دلوقتي، تمام. ثم تقاتلون بلدا من قبل المشرق، يقال أنها الصين ويقال أنها بلدا غيرها، يعني لا دي لم يتم تحديد، بس هي أغلب العلماء على أنها في الغالب هتكون الصين، تمام. قال فتغنمون وتظفرون، هتفوزوا وهتغنموا، تمام. ثم بعد ذلك يرجعون إلى مكان في مرج دابق، مكان كده كله بساتين في بلاد الشام، فيحدث خلاف ما بين مسلم ونصرانية فيقتتلان، المهم تحدث مقتلة كبيرة، فيجمع النصارى 80 غاية، يعني 80 كتيبة، في كل كتيبة 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل كما ورد في صحيح مسلم، تمام. ويجتمع المسلمين من كل أنحاء العالم في أرض الشام، ده في آخر الزمان، فيقتتلون مقتلة عظيمة وينتصر فيها المسلمون. دي اسمها الملحمة الكبرى، وهي مكتوبة في كتب أهل الكتاب، اسمها معركة هرمجدون. يبقى الملحمة الكبرى ده في كتابنا احنا كمسلمين بقى تعلمناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها الملحمة الكبرى. أما في كتب أهل الكتاب اسمها معركة هرمجدون. بعد معركة هرمجدون مباشرة يتوجه المسلمون، أنا بذكر لكم الترتيب، يتوجه المسلمون لفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول. الله، طب ما اسطنبول مفتوحة يا شيخ محمود. أيوة مفتوحة بالقتال، إنما في آخر زمان ستفتح بغير قتال، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن، أنها ستفتح القسطنطينية في آخر الزمان بلا قتال، لا تضربون بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير، فتفتح المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد فتح القسطنطينية مباشرة وهم لسه بيقسموا الغنائم، هيصرخ فيهم من يقول خلفكم الدجال، أي المسيح الدجال في أهليكم. هنا يظهر المسيح الدجال. يبقى الترتيب: ظهور المهدي عليه السلام، هيخوض مجموعة من المعارك، تمام، ثم الملحمة الكبرى، تمام، ثم فتح القسطنطينية، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم نزول سيدنا عيسى بن مريم، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك سائر العلامات الكبرى التي ذكرناها قبل ذلك بالترتيب. طيب لماذا لم يذكر اسم المهدي عليه السلام في الملحمة الكبرى، ودي أكبر معركة سيخوضها المسلمون على وجه الأرض؟ لماذا لم يذكر اسمه؟ هو سيكون موجودا، وهذا هو الراجح عندي، سيكون موجودا قبل الملحمة الكبرى، لكن قد يكون لأنه سيكون خليفة المسلمين في ذلك الوقت، قد يكون هو لم يتولى القتال بنفسه في تلك الملحمة. كما تعلمون سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، أحيانا كانوا يدخلوا بعض المعارك بنفسهم، وأحيانا كانوا يوكلوا قادة يخوضون المعارك. يعني مثلا سيدنا عمر الخطاب مثلا يرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص لفتح القادسية إلى غير ذلك. فقد يكون سيدنا المهدي عليه السلام أرسل أحدا من القادة ليقود بنفسه الملحمة الكبرى، ولذلك لم يذكر فيها اسم المهدي عليه السلام، مع أن الجيش الذي هو يقاتل في الملحمة الكبرى كما ذكره كثير من المحدثين، ذكر أن الجيش الذي يخوض الملحمة الكبرى هو جيش المهدي عليه السلام. يبقى إذن يا حبايبي، هل سيكون المهدي قد ظهر عند الملحمة الكبرى؟ إن شاء الله الراجح عندي أنه سيكون موجودا قبل الملحمة الكبرى، ثم بعد ذلك تكون الملحمة الكبرى، ثم فتح القسطنطينية، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم يصلي خلف المهدي، ثم بعد ذلك يقتل المسيح الدجال على يد سيدنا عيسى بن مريم، ثم يظهر يأجوج ومأجوج، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين ويقضي على يأجوج ومأجوج بدودة تدخل في أنوفهم اسمها النغف، فيقتلون جميعا، ثم تنزل مطر فتغسل الأرض، ويعيش سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا المهدي عليه السلام يعيشون مع المؤمنين أجمل 7 سنين على وجه الأرض. يأمر الله السماء أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها بفضل الله، حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمعون على يعني على الرسل من اللبن، أو شوية لبن كده موجودين في قدح فلا يستطيعون أن يكملوه،
ويعني وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الأبقار، وترعى الأسود مع مع الإبل، ويكون الذئب مع الغنم ككلبها الذي يحرسها، كما ورد في أكثر من حديث بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعيشون 7 سنين، هي أجمل 7 سنين. لم يذكر بقى موعد وفاة المهدي، لكن ذكر أن سيدنا عيسى سيعيش 7 سنين فقط. هو رفع وعنده 33 سنة، وينزل إلى الأرض في نفس السن، ثم يعيش 7 سنين لحد ما يتم 40، ثم يدفن بعد أن يحج إلى بيت الله. ثم بعد ذلك يعني يبتدي بقى يتراجع الإيمان في قلوب الناس، ثم بعد ذلك تأتي بقى العلامات الكبرى، سائر العلامات الكبرى، إلى أن تقوم الساعة. إن شاء الله سيكون هناك مقطع نوضح فيه الملحمة الكبرى بكل تفاصيلها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.